بداية غير مباشرة صراحةً من المنتخب المصري، من الرغم من الفوز والمكسب 2-1 على المنتخب الزامبي، لكن ده المنتخب الأضعف في المجموعة، أمال هتعمل إيه قصاد أنجولا وقصاد جنوب أفريقيا؟ حسام حسن لازم يعدل تغييراته الساذجة اللي عملها النهارده، إنه يحط حمدي فتحي ومروان عطية الاتنين ديفندر في نفس المركز ويلعب خطة دفاعية تمامًا، وغير طبعًا حسام عبد المجيد ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد حمدي حرفيًا خط دفاع، خط فودافون، خط كارثة، أي مهاجم يعدّي منه، عندك حلول كتير جدًا على الدكة، عندك إسماعيل، عندك فتوح، حلول كتير جدًا، فكّر بس اركن أهلي وزمالك على جنب، لكن أهم حاجة المنتخب كسب ال3 بونت، وفي سؤال عايز أسأله بس، محمد هاني بيلعب كرة قدم ليه؟ أساسي في المنتخب وأساسي في الأهلي، إيه واسطة محمد هاني علشان يلعب في كرة القدم؟ وفي الآخر كل التوفيق للمنتخب المصري ويا رب يرفع اسمنا ويجيب البطولة من المغرب.